ازيكم يا رجالة. كده عن شعري وشكلي المهم يعني حرفيا النهاردة من الساعة 8 الصبح لحد دلوقتي تعذيب اللي هو دلوقتي ايه 1 إلا 10 ورجعت معلش بس رجال ورجعت ملقتش نت في البيت. انا جثتي منزلش فيديو النهاردة. المهم حرفيا النهاردة يوم سيء جدا. قعدت 4 ساعات حرفيا، كان عندي سيكشن 4 ساعات. المعيد دخل شرح نص ساعة ومشي، وبعديها عندي لاب كيميا. المعيد مجتش اصلا، المعيد مجاش حاجة يعني. 60 دقيقة، 6 ساعات من غير أي حاجة ليها لازمة. كان تعذيب الصراحة. والناس اللي في الكلية يعني تحس إلا طبعا ناس معينة، بس يعني تحس إن هما كائنات تانية ماشية كده، بتقوم كرينج. لا يا اسطى، حاجة اوفر يعني. يا اسطى بقولك يعني، بس اقول لكم حاجة عشان انا تعبان. الورقة دي يا اسطى، يا عم انا ايه، خرمتها كده من هنا كده، تمام. شايف دي كده، دي اخرام يعني. انا خارمها كده بالشنيور مثلا، سي دي حته حديده وانا خارمها ماشي. لو ضغطت هنا كده جامد جدا جدا جدا، بص ماسكها من هنا وبص، بضغط جامد جدا 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 من هنا كده، هتعمل ايه الورقه؟ تبقى عامله كده، صح كده ولا لا؟ بس بقى يعني ايه، من ناحيه الايه الدوائر الضعيفه تبقى عامله كده، صح يا باشا؟ تمام. انا بقى جبت والله العظيم انا محضر الحوار ده. لو انا بقى جبت ايه، نفس القطعه ونفس كل حاجه، تمام. بس بدل ما ادوس من هنا دوست من هنا كده، مش من هنا، مش من فوق، من هنا كده. فضلت دايس 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 دايس. هيحصل ايه بقى؟ مثلا اهي قطعة كده كده اهي، فضلت دايس 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 تشت، هتبقى عاملة كده، تمام. دي حاجة اسمها سلايدنج كده، حاول تتخيلها كده، هتكون عاملة كده، هتبقى تشت. كأنك جبت سيف. لو جبت سيف ورحت ضارب هنا هتقوم عاملة كده، مخشروخة كده. لكن لو جبت سيف وضربت جنب النقطة الضعيفة اللي هي النقط هنا كده، فهتقوم نازلة لتحت كأنها مقسومة يعني نصين من الآخر. هتقوم الحتة الحديد ايه معمولة كده، فاهم؟ لكن لو انت خارم الإخرام دي وضربت بالسيف هنا كده، هيقوم عامل كده لكن دي في فرق، تمام. المهم بقى قد ايه الدكتور بيشرح، راح قايل كده، فانا قلت كلهم بقى كده بصولي كده بس بالوش الوسخ ده. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما انا مش كل بقى حاجه كده يا اسطى، مش انا زهقت يا اسطى. وعندي بطوله يا اسطى، عندي بطوله، وشكلي كده هبقى شكلي اهبل، والكابتن مش فاهم بيعمل ايه، وارجع ملاقيش نت، مفيش حد راضي يساعدني، محدش راضي يسمعني، وحاجه يعني. الجامعه دي صعبه يا اخي، صعبه يا اخي. طب بقى ايه يا ريت المنهج هو اللي صعب؟ لا، إيه لازم ده يكون راضي عنك، وده لازم يكون راضي عنك، ولازم تعمل علاقات مع ده، ولازم تبقى متابع ده ومتابع ده. يا نهار اسود، اديني نسيت اهو افتح الاوتلوك عشان اشوف الايميلات اللي اتبعتت المهمه، ونسيت اطبع الاساينمنت. بص، خوازيق من كل حته ومفيش حد بينظمها، الجامعه مش منظمه. اخي انا تعبان يا اخي، اخي تعبان يا اخي، محدش بيسمع. بخصوص يا رجاله، نتيجة امتحان التجريب بتاعت رضا الفاروق، ايا كان يعني، انت اتفرجت على الفيديو دوت امتى؟ خلاص، نجحت سقطت، جبت درجة حلوة جبت درجة وحشة، عارفين الامتحانات دي ملهاش لازمة، فاهم؟ هي بس مجرد المدرس اصلا الكويس زي رضا الفاروق كده لازم يحطولك صعب جدا ان انت متجيبش درجة كويسة، فاهمني؟ عشان ساعتها تعرف تركز على ايه. يعني هو بيكون عامله ادفانسد اوي اصلا، يعني في الاول اوي كده انت ما ينفعش تحل الامتحان ادفانسد ده، فاهم؟ يعني هو حاططهولك ادفانسد كده من اولها، وده مش طبيعي، فاهم؟ وانت طبيعي ما تجيبش درجة كويسة. بس هو ايه،
حاططهولك عشان تتعود على الليفل الوحش ده، فاهم؟ لكن مش طبيعي انت تنجح، تفضل كده يقعد يزود لك في الصعوبة ويقعد يحط لك حاجات صعبة قوي لحد ما تخش امتحان الاخر السنة تلاقيه نفس الصعوبة فتبقى قشطة، فاهمني؟ بس بالنسبة لي يعني سؤال ايه، هل امتحانات الكويزات والحاجات دي مهمة؟ لا مش مهمة. ذاكر لها طبعا وكده واهتم بيها، هي دي فايدتها. لكن لو انت جبت درجات وحشة محدش مهتم. عارفين ناس كتير جدا كانت بتجيب درجات زفت وجابت درجات حلوة آخر السنة، اللي هو أصلا محدش بيهتم. يعني انت أصلا في الأول كده هتهتم وبعد كده ما تهتمش يعني. ايه كويز؟ طيب مصلحة بقى اقعد أذاكر، فاهم؟ بس كده. بس يا رجالة ده كان كده الفيديو. حرفيا تعبان.